ازاي تعرف الوقت في بولندا؟ ولو انت في مصر ومعاك واحد بولندي عايز تحجز معاه ميعاد او رحلة، ازاي هتسأله وتحدد معاه الساعة؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الساعة بالبولندي بطريقة سهلة بسيطة تناسب اي مبتدئ. بس الفيديو ده مبني عن الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن الارقام الترتيبية، فانت لو لسه ضعيف في الارقام الترتيبية في البولندي ممكن تتفرج على الفيديو بتاع الارقام الترتيبية هنلاقيه في القناة، ونرجع تاني نكمل الساعة بالبولندي. أنا اسلام أبو الوفا وده كورس بولندي أونلاين. يلا بينا. يعني إيه أصلا ساعة بالبولندي؟ الساعة يا إما ال60 دقيقة أو اللي بتتلبس في الإيد، فلو قصدك اللي بتتلبس في الإيد فاسمها زيكاريك، أما ال60 دقيقة اسمها كوجينا. فموضوعنا النهاردة عن كوجينا. لو أنا عايز أسأل عن الساعة كام، عندي الصيغة الرسمية وممكن صيغة مختصرة. الصيغة الرسمية كتورا يست كوجينا، والمختصرة منها كتورا جوجينا. كتورا يست جوجينا إي كتورا جوجينا. كتورا جوجينا. ولأن الساعة جوجينا آخرها حرف الآ مؤنثة، فإحنا بنستخدم الأرقام الترتيبية برضو في صيغة المؤنث زي ما اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. فمثلا كتورا يست جوجينا، يست جوجينا بيرفشا. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الأرقام البولندية الترتيبية في صيغة المذكر بيرفشا، النهاردة بيرفشا. يست جوجينا بيرفشا. أو بصيغة مختصرة بقول يست بيرفشا، بدل ما أقول يست جوجينا بيرفشا يست بيرفشا. نقول الساعة كلها على بعضها: يست بيرفشا، يست دروجا، يست تشاتشا، يست czwarta, jest piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ديت الساعة ال24 ساعة بتوع اليوم. بس ساعات في ناس بتلخبط ما بين واحدة الصبح واحدة بالليل، الساعة واحدة ولا الساعة 13، الساعة 2 ولا الساعة 14. فاحنا بنحدد الوقت الصبح، بالليل، الظهر، بعد الظهر، بعد نص الليل، وهكذا زي ما بنقول في المصري. فمثلا لو عايز اقول الساعة 8 الصبح ممكن اقول يست اوزما واسكت، او يست اوزما رانو نفس الكلام. اما لو عايز اقول الساعة دلوقتي 8 بالليل فممكن اقولها بالطريقة الرسمية اللي هي يست فوجستا، او الطريقة العادية اللي احنا بنقولها في مصر هي اللي هي يست اوزما فيتشورم الساعة 8 بالليل. يست اوزما رانو الساعة 8 الصبح، يست اوزما فيتشورم الساعة 8 بالليل. والأكثر استخداما في بولندا هي ال 24 ساعة، ولكن للأمانة العلمية احنا بس هنقسم اليوم يا إما رانو الصبح، يا إما بشد بودنيم قبل الظهر بساعة ساعتين كده، بودنيم بعد الظهر الساعة 1 2 3، فيتشورم بونوتس يعني الساعة 0 أو الساعة 24 فاديش بيرفشا. نوتس يعني بالليل، في نوتس بعد نص الليل. نص الليل ذات نفسها بونوتس يعني الساعة 0 أو الساعة 12 أو الساعة 24. بونوتس الساعة 24، أي حاجة بعد كده هتبقى في نوتس. فمثلا ممكن أقول الساعة دلوقتي مثلا بيرفشا الساعة 1، وساعتها هتبقى الساعة 1 افتراضي بعد نص الليل. وممكن أحدد تبقى بيرفشا، وممكن أقول يست بيرفشا بوبودنيو الساعة 1 بعد الظهر. بس لو ما قلتش بوبودنيو هتبقى اوتوماتيك بعد نص الليل، عشان كده بنقول عليها يست تشيناستا الساعة 13. فمثلا بيرفشا في نوتسا هي لو قلنا بيرفشا من غير أي تحديد. ولكن لو قلت بيرفشا وانا قصدي بيها الساعة 13 أو الساعة 1 بعد الظهر، فأنا هنا لازم أحدد أقول بوبودنيو أو أقول تشناستا. فتاني علشان نأكد المعلومة، احنا بنقول الساعة على نظام ال 24 ساعة
أو بنحدد صبح أو بالليل، بنقول في الآخر يا إما الصبح رانو، يا إما بنقول بشد بوودنيوم قبل الظهر ساعتين 3 قبل الظهر، بوودنيو بعد الظهر بساعتين 3، فيتشارم بالليل، بونوتس الساعة 24، فنوتس بعد نص الليل. طيب أنا لو بحدد ميعاد فهيبقى على الساعة كام؟ أوكتوري جوجينيا. في السؤال الأولاني كنا بنقول كتورا جوجينا، بنحدد الساعة كام؟ أوكتوري جوجينيا، أوكتوري جوجينيا. نفس الكلام بس بدل ما هنقول في الآخر هتبقى A في الآخر، علشان حالات الأعراب مش هنخش فيها دلوقتي. أوكتوري جوجينيا أو بيرفشي أو دروجيي أو تشيتشي أو تشوارتي أو بيونتي أو شوستي أو شودمي أو أوزمي أو جيفيونتي أو جيشونتي أو يدناستي أو دفوناستي أو تشناستي أو شترناستي أو بيتناستي أو شسناستي أو شرمناستي أو شمناستي أو دفوجستي أو دفوجستي بيرفشي أو دفوجستي بيرفشي أو دفوجستي دروجي أو دفوجستي تشيتشي أو دفوجستي تشفارتي. سهلة فهمناها، تعال نأكد على الفهم. كتورا جوجينا، جوجينا تشيتشا، جوجينا تشيتشا يعني الساعة كام؟ الساعة 3. جوجينا أوزما، الساعة 8. لو بتتفق مع واحد بولندي وقال لك سبوتيكامش أو جوجينيا جيفيونتي، ده يبقى ازاي؟ يبقى الساعة كام في مصر؟ طب تعالوا نعكسها، الساعة 1 الظهر أقولها ازاي بالبولندي؟ ليها أكتر من طريقة. Jest godzina 13 أو jest godzina pierwsza po południu. لو فهمت الدرس صح جرب تكتب لي في الكومنتات الساعة دلوقتي كام وانت بتتفرج على الفيديو، ولو كتبته صح يبقى ان شاء الله بإذن الله الساعة مش هتقف قدامك، وكده انت بتقرب لهدفك وهيجي يوم وتوصل لهدفك. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الساعة برضو، ولكن الدقايق مع الساعة هناخدها بتفصيل أكتر، وبعد كده هنتكلم عن التاريخ. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام عليكم.